بالأول ما في دخول على المدرسة، وثانيا ما معنا مصاري نعيش، والإيجار البيت ما عم نقدر ندفعه. في بعض الإخوة السوريين بسبب عدم وجود مصدر رزق لهم عم يحاولوا يتجهوا اتجاه الجمعيات، وهذا الأمر يعني صعب عليهم جدا جدا. لأنه هون لا بتعرف حدا وما بتعرف يعني منين بدك تدبر حالك، وأنا مصاب ما بقدر أشتغل أساسا. يعني جوزي ضل بسوريا وأنا هون هلا أنا وأولادي، وما في حدا يعني بدق علي الباب يعطيني ربطة خبز. والله أنا ما اشتغلتش لسه، يعني أنا بحاول ألاقي فرصة عمل تناسبني، يعني ما في الفرص العمل كلياتها اللي هل بدك تشتغل أدوبة تكفيك أكل بس، وين الأجار وين الحفاضات يعني. الدرجة الأولى مثلا بالخط الفقر في عندك الأسر اللي بدون معيل، يعني اللي إجت على مصر مثلا مثلا أم وأولادها من غير معيل. جد محتارة أنا شلون بدي أعيش أنا وأولادي، أنا مالي متعودة، أنا كنت متعودة يعني بسوريا كل شيء بيجيني لعند مني، لكن هلا متحملة مسؤولية الأب والأم بالبيت. بدك تعيش على الفتافيت اللي إذا تكرموا علينا العالم تمام الجمعيات تمام يعطوك إياها.